السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناة كوكنت. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم ملوي كبير من اروع ما يكون، كيجي خفيف وهشيش بخلطة سحرية اللي كتخليه يجي مورق بلا كثرة الدهون وايضا بلا كثرة الدليك. فقط ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، تعليقاتكم والبارطاج الفيديو باش يعمل فائدة. وإلا كنتو جداد في القناة ما تنساوش الضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو، زر الاشتراك، وايضا فعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات فور نزولها على القناه. وما تبخلوش عليا، قلتها في الاول باقيلا ياك، ما بقيتش كنعرف ندير الصوت. المهم كيف ما كتشوفوا الملوي ديالنا كيجي مورق ناشف من الداخل. تبعوا معايا الطريقه للاخير ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نوضع فيه 2 كيسان ديال الماء. الا كان الجو بارد ديروا هاد الماء دافي غير شويه، ما يكونش سخون، فقط يكون دافي. غادي نوضع فيه واحد الملعقه كبيره من السكر وملعقه صغيره من الخميره الفوريه. غادي نحرك هاد المكونات مع بعضياتهم، ومن بعد غادي نضيف لهم هنايا السميده الرقيقه، اي السميد الناعم الخاص بالبسبوسه او الخاص بالحلويات. غادي نضيف 2 ديال الكيسان. هنايا بالنسبه للعبار ديال الكاس ممكن من طبيعه الحال تعبروا باي كاس عندكم، لان غادي ناخذ به العبار لجميع المكونات. وغادي كيف ما شفتوا من بعد ما ضفت هذوك 2 كيسان غادي نحرك هذيك السميده باش كتشرب هذوك الحبيبات ديالها، كيتشربوا الماء وكتجيني ساهله في العجن. من بعد هنايا غادي نضيف 2 كيسان ديال الفينو اولا الدقيق ديال القمح الصلب اولا الدقيق ديال القمح الحرش كيف ما كيسموه في بعض المناطق. من بعد غادي نبدا هنايا نضيف في الدقيق الابيض. الكاس كنعمرو غير بالملعقه، ما كنضغطوش عليه باش يجيكم العبار هو هذاك. هنا غادي نضيف 5 ديال الكيسان ديال الدقيق البيض. غادي نضيف واحد الملعقه صغيره من الملح، من طبيعه الحال الملح كتبقى على حسب الذوق. وغادي نضيف هنا الكاس الثالث ديال الماء، وغادي نوضع على جنب الكاس الرابع. هنايا غادي نبدا نعجن كيف ما كتشوفوا، فالعجينه بسهوله كتندمج، خصوصا ملي كنسبقوا الماء سواء مع السميده اولا مع الفينو. كتجينا العجينه ساهله، يعني ما كتكتلوش لينا هذوك الحبيبات ديال السميده ويصعب علينا ان نفكوهم وخصنا ندلكو ونعاودوا باش تشربوا لينا الماء. فبهذه الطريقه هذه راه كتجيكم العمليه ديال العجن من اسهل ما يكون. صافي هنا كنبقى كنضيف هذاك الكاس ديال الماء اللي بقى عندي حتى نتحصل على واحد العجينه اللي كتكون مرخوفه. العجينه ديال الملوي كتبغي تكون مرخوفه قريبه، تكون كتلصق في اليدين كيف ما كنقولوا. فانايا استعملت هذاك الكاس الرابع، بقى ليا منه تقريبا ثلث كاس، يعني 3 د الكيسان والكاس الرابع الا ثلث. صافي هنايا كنغطي العجينه وكنخليها كتريح واحد 5 أو 6 دقائق، وكنرجع كناخذها كنوضعها فوق سطح العمل. كنبقى هكذا كنديها ونجيبها. الا بغيتو تدلكوها من طبيعه الحال دلكوها، المهم انا راه غير كنخدمها هكذا حتى كتبان ليا بياضت، وكنرجعها للاناء وكنعاود نغطي عليها. في هذه المرحله هذه يفضل دهنوها بالزيت لانها كتطلق. هنايا في هذه المرحله الثانيه كنخلوها من 10 حتى ل 15 دقيقه. الا كان الجو بارد راه ممكن تخلوها اكثر، الا كان الجو سخون ما تخلوهاش بزاف باش ما كتخمرش. صافي من بعد كناخذها كنزلها فوق سطح العمل وكنبدا كنقطعها. انا بالنسبه لي بغيت ندير ملوي حجم كبير، يعني الملوي الكبير ديال بصح، فغادي نقسم هاد العجينه ل6 ديال القطع. الا كنتو بغيتو ديروا ملوي صغير او لا متوسط فممكن تقسموها ل 12 قطعه او اكثر على حسب الحجم اللي بغيتو. صافي هنا كناخذ واحد البلاطو كندهنو بالزيت، ومن بعد كناخذ هذيك العجينه. يدينا ضروري يكونوا ناشفين باش ما كيدخلش لينا الزيت لديك العجينه وما كيخليهاش تندمج لينا من الداخل. صافي كنبدا كنشكل العجينه على شكل كويرات. كنحاولوا نديروا احجام متساويه باش يجينا الملوي ديالنا قد الا عندكم الميزان راه حاولوا توزنوهم بالميزان. صافي هنايا من بعد ما كنكورهم كاملين وكنوضعهم في هذاك البلاطو، كندهن ليهم الوجه ديالهم بالزيت. ضروري اننا ندهنوهم مزيان بالزيت باش ما كيربيوش لينا ديك القشره من الفوق، وايضا نغطيو عليهم مزيان بالبلاستيك الغذائي حتى دوك الجناب هكذا نغطيوهم باش ما كيدخلش ليهم الهواء وكتيبس لينا العجينه. هنا غادي ناخذ 125 غرام ديال المارغرين وغادي نقطعها. هنا غادي نحضروا الخلطه اللي باش غادي نورقوا. صراحه هذه الخلطه هذه راه كتخلي الملوي يجي ناشف وما كياخذش لينا كميه كبيره ديال الدهون. هذه الخلطه هذه خديتها من عند محترفه ديال الملوي، هي كدير كميه كبيره، انا غير اختصرت الكميه. فهنايا انا ضفت تقريبا اكثر من نص كاس ديال الزيت باش كنطحن هاد المكونات.
ممكن نطحنوهم في الخلاط وممكن نطحنوهم بالبراميكسور. ممكن اللي بغى يدير كميه كبيره ويحتفظ بها راه ممكن تخلطوها. الا كنتو هكا كديروا الملوي دائما فتخلطوا هاد المكونات، يعني ديروا كميه كبيره تخلطوها وتحطوها في شي قرعه ديال الزاج وتبقاو تخدموا بها. هنا ضفت واحد المعلقه ديال الفورص او الدقيق الابيض، وضفت 4 المعالق ديال الفينو. غادي نزيد نخلط المكونات حتى كيندمجوا جيدا وصافي. هنايا كنزول هذاك البغا ميكسور. هنا تقريبا هذيك 125 غرام ديال الزبده، خدات ليا كاس الا ثلث ديال الزيت. كنتحصلوا على هذا الخليط هذا كيف ما كتشوفوا معايا. هذه الخلطه هذه مناسبه خصوصا للناس اللي ما كيعرفوش القياس، كيكثروا الطحين في الملوي وكيجيهم مدقس وكيجيهم فيه ديك السميده اولا الطحين كثير في الداخل، اولا كيقويو الزيت والزبده وكيجيهم مزيت بزاف من الداخل. فملي كديروا هذه الخلطه هذه كتضمنوا ان هذيك المكونات اللي غادي ديروا لداخل غادي تكون باحجام متساويه، يعني غادي تكون القياس. صافي هنا كناخذ الكره ديال العجين وكنبدا كنورق كيف ما كتشوفوا حتى كيبان ليا سطح العمل من هذيك العجين، وكنبدا كنوزع عليها هذيك الخلطه. انا راه بدات شويه الخميره كتطلع في العجين لان كان الجو سخون وانا قريبه للشرجم، فبدات العجينه كتطلع ليا فيها شويه الخميره. صافي كنطوي بهذه الطريقه هذه، كنجيب هذا الطرف وكنجيب حداه الطرف الثاني بهذه الطريقه هذه، ومن بعد كناخذ شويه من هذيك الخلطه وكندهنو غير في واحد الجهه لانني غادي نقلب الجهه الاخرى فوق منها، يعني ما محتاجاش ندهن الجويه بجوج باش ما يجينيش الملوي ديالي مدسم اولا فيه كثير ديال الدهون. صافي هنايا من بعد كندهن شويه في هذا الوجه هذا وكنبدا كنلوي الملوي ديالي بهذه الطريقه هذه. كنلوي وانا يدي مرخوفه. حاولوا تطلقوا يديكم وانتم كتلويو في الملوي باش كيجيكم مرخي من الداخل. صافي بنفس الطريقه كنورق هكذا. ضروري في الاول كنقلب العجينه كيف ما كتشوفوا معايا وكندهنها بالزيت وكنعاود ندهن وكنقلب باش هكذا ما كتقطعش ليا العجينه وما كتشدش ليا في سطح العمل. غير القليل فقط من الزيت باش كيساعد العجينه على انها كتسرح بكل سهوله. صافي من بعد ما كنسرحها نفس الطريقه كندهن هذيك الخلطه، ومن بعد كنجيب ديك الطرف الاول للوسط وكنجيب حداه الطرف الثاني. ونتمنى ان الفيديو يكون موضح الطريقه اكثر. وصافي هكذا كيف ما كتشوفوا فما شاء الله، يعني هذه العجينه راه كتكون طايعه في الخدمه وكتجينا مطلوقه، ما كتكونش صعيبه نهائيا في التراق ديالها. صافي كنطوي كيف ما شفتوا بهذه الطريقه، كنطوي ويدي مطلوقه ومن بعد كنجيب هاد الريوس كنخشيهم هنا وكنقلب. صافي هنايا من بعد ما ساليت الكميه كلها غادي ندوزو للمرحله ديال الطبخ. بزاف ديال الاخوات كانوا سولوني في واحد الفيديو على هذا القاغيط او هذا البابي كويسون كيفاش كنقطعو. فهذه هي الطريقه، كنطوي على جوج من بعد كنطوي على 4 وكنطوي هنا على شكل مثلث، ومن بعد كنعاود نطوي مره اخرى هنا باش كنقطعوا ديك الدائره اللي كنورقوا عليها الملوي. هنا باش ما بغيتو الدوائر يكونوا صغار كتقسموا هذاك الورق ديال الطبخ. انا هنا بغيت دائره كبيره فدرت ورقه كامله، وهكذا كنتحصل على دائره بهذا الشكل هذا اللي كنبقاو نورقوا عليها. من طبيعه الحال هذه راه تبقى عندكم، قلت لي بغيتو تورقوا الملوي كتلقاوها كتسهل علينا بزاف الخدمه. صافي هنايا في هذه المرحله هذه درت المقله كتسخن وكناخذ القطعه الاولى اللي ورقت. هنا انا راه بديت الطياب. دائما كنبداو بالقطعه الاولى هي اللي كنبسطوها باش كتكون طرخات. صافي هنايا كيف ما شفتوا من بعد ما كنوضع هذيك الملويه في المقله كي كتبان ليا بدات كدير دوك الفقاعات من الجناب كنقلبها. ضروري في الملوي اننا نبقاو نقلبوه بزاف ديال المرات، غير كنخليها شويه عاوتاني على الوجه ديالها كنعاود نقلبها للجهه الاخرى وكنبقى هكذا كنقلبها واحد 4 ولا 5 ديال المرات حتى كتحمر ليا من جميع الجهات هكذا حتى الملوي كيجينا مورق من الداخل. عكس الا خليناه يطيب على واحد الجهه حتى يتحمر عاد نقلبوه، فهكذا كيجينا الملوي ديالنا قاصح ويابس. ودائما كنورق الملويه شويه وكنخليها ترتاح على ما كنقلب الاخرى. عاد كنرجع ملي كنبغي نزول هذيك اللي تحمرت عاد كنرجع نورقها في الطريق النهائي. وهنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما كملت الطياب، انا للاسف راه ما تصوروش ليا جميع اللقطات في الطياب رغم انني صورت الفيديو جوج مرات، ولكن الغالب الله كل مره كنبدا نصور كنتلقى ما صورت والو. المهم كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الملوي ديالنا. فسمعوا التقرميشه ديالو كيفاش دايره، راه كيجي مقرمش من على برا وكيجي مورق من الداخل وكيجي ناشف من الزيت وكيجي فيه واحد اش نقول لكم حسن من الرزيزه. صراحه كيجي حسن من الرزيزه خصوصا بهذيك المعلقه ديال الخميره اللي كنديروا فيه كتخليه هشيش بزاف من الداخل. نتمنى فعلا انكم تجربوا الملوي بهذه الطريقه وما تبخلوش عليا بتعليقاتكم الجميله والمحفزه وايضا لايكاتكم والبارطاج الفيديو. الى الملتقى بحول الله والسلام عليكم.